السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديكي الحلوة. يلا النهاردة يوم جديد وروتين جديد، هنعمل الروتين بتاع الاسبوع. يلا بينا هنلم بقى السجاد وهنشمسوه، وكمان هنفتح الشبابيك. عندنا لازم يوم الجمعة يوم الخميس دي ننضفوا فيه الشقة كلها، شبابيك بقى وبيبان، ونسيق الارضية ونعمل كل حاجة فيه. ويوم الجمعة دي مخصصينه للطبيخ وكمان للخبيز. عندنا يوم الجمعة دي زي العيد بالظبط، الناس تطلع بقى من صلاة الجمعة، وكنا احنا مروجين الشقة مخلصينها طبعا، نكون الحاجة من بالليل يعني نظيفة، ونخلوه بقى للطبيخ والخبيز. اللهم المستعان. اول حاجة بدأت بيها عندي هنا بأوضة الاطفال، فتحت الشباك بعد ما جينا من الدرس طبعا. كل دي بدأ من الساعة كام؟ بدأ من الساعة 11، صلينا الظهر على طول الساعة 12، صلينا الظهر على طول. ورحت بدأت أول حاجة لميت المفارش كلها وعلقنا على الغسيل، وهي اغسل والم المفارش واروج الشقه. اول حاجه بدات بالملايات اهو زي ما انتم شايفين، والمفارش والهدوم، كل الحاجه الوسخه حطيتها كده كلها مع بعض، والعلاج والمشيطه وكل دي لميته وحطيته ايه في مكانه، كل الحاجه رتبها كده في المكان. عايزه اقول لكم من يوم الاربعاء ما كنتش مروجه خالص، وعندي غسيل بقى متكوم، لازم اخليه كل خميس كده بغسل الغسيل، يعني كل اسبوع. ساعات يعني لو لقيت غسيل ياما جا وغيرت مفارش بغسل في الاسبوع ممكن مره او مرتين. طبعا هنا خلاص برضو في اوضه النوم لميت المفرش اهو ومخداته وترابيع وكل حاجه. لو وصلت لغايه دلوقتي ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. دعوه حلوه منكم لفلسطين، بالله عليكم يا جماعه ما تنسوش الدعاء، اهم حاجه يا جماعه الدعاء، بالله عليكم نكتر الدعاء. والله يا جماعه بيوصل لهم ان شاء الله. دعوه بس واحده والله العظيم ممكن من عيل او من طفل صغير او مننا احنا، والله بيوصل لهم يا جماعه، مش شرط يعني احنا مش عارفين بايدينا حاجه هنساعدوهم، احنا علينا بالدعاء. احنا لو في حاجه بتساعد والله العظيم احنا الكل ان شاء الله كلنا في ايد واحده، وهنقوم وهنعمل كل حاجه مع بعض. ربنا يحفظهم يا رب ويرحم موتانا يا رب، بتوع فلسطين يا رب وغزة، اللهم يرحمهم يا رب، اللهم امين. طبعا هنا خلاص ولعت على الغسالة وغسلت وبطلع، وببدأ ايه اشطف وارجع تاني ايه للأوضة وانضف. بعد كده رحت مولع الغسالة، غسلت حطيتين ورحت محضرين الفطار، فطرني ورجعت ايه نفضت أوضة تاني وابدأ ايه اروج اهو زي ما انتم شايفين. اول حاجه بدات به بتنفيض الشباك، وبعد كده رتبت الدولاب عندي اهو، مسحته ونفضته برده من التراب، كان عندي مترب وكده عشان ساكنين الارض زي ما قلت لكم. والشبابيك بتتفتح كل يوم والايه، وعندي الخشب يعني لونه بني كده بيبان. لميت هنا بقى السجاد والعيله بيطلعوا من عندي بقى فوق ويبدا ايه نشر في شويه. كنت فرشت بقى الملايه وظبطت السرير وكله، والمراتب اهي نفضتها كله زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم بتشجع خالص يوم الخميس دي، يعني ساعات ابقى ايه زهقانه واقول ايه النهارده كسلانه مش قادره اعمل، اشغل القران كده اهو وابدا اتعذب من الشيطان وابدا ايه اقول بسم الله، وابدا الم كل حاجه. لميت هنا بقى فرشت السرير اهو زي ما انتم شايفين، وغيرت الملايات طبعا، وكنست تحت السرير، جريت كل حاجه، بس مش عارفه اصور والله يا جماعه غصب عني بايد، يعني عشان انا بصور بايد وماسكه التليفون بايد مش عارفه اصور خالص. طبعا هنا ببدا لميت السرير جريتها ورحت كنسه تحتيهم. جبت هنا جيركن حطيت فيه شويه كده من الديتور وشويه كده من المعطر على تنظيف يعني للسيراميك الملمع سيراميك. جبت هنا بقى الخيشه كده اللي انا يعني مخصصاها للمسح وكده. ما بحبش الخيشه واللي هو قصدي الشرشوب والكلام دي، احلى حاجه الخيشي اللي هي حته خلقه كده قطن وتبدا ايه تلمعي بيه. خلاص لمعتها الارضيه زي ما انتم شايفين، وبعد كده ايه رحت كانت نشفت، رحت جايبه السجاده من فوق ورحت منفضاها، ورحت ايه فرشاهم. خلصت اول اوضه ورحت حاطه لها معطر كده وقفلاهم. احب الاوضه اللي اخلصها واروح رشه لها معطر كده ومقفلاها اهو، بحس براحه نفسيه. هنا بنت عمي كانت حاطه عندنا الحاجه عشان ايه ما عندهمش مكان خالص، ان شاء الله ايه يعني خلاص قربت تتجوز وكده هتاخد يعني حاجتها وكده. حاطه مرتبه الضغط المراتب عندي، وحاطه كمان البراجع. خلاص اهو جبت بقى الشباك هنا برضو زي ما انتم شايفين اهو. ببدا ايه اول حاجه بالشباك عشان الشبابيك كلها مطربه زي ما انتم شايفين، تراب كوم كده عليها والله العظيم، اللهم المستعان. خلاص هنا بعد ما نفضت الشباك ورحت جفلاه طبعا، ورحت ماسكه ايه مش جفلاه بقفل بس الشيش وبفتح الجزاز وكده عشان ايه يهوي الاوضه والاوضه تدخلها شمس كده وبقى بحس براحه نفسيه. خلاص كده هنا نفضت بقى الانتري ولمعت اهو حته خلقه كده، روح ايه منفضه تنفيضه حلوه. وبعد كده اخر حاجه خالص بعد ما انضف الارضيه وامسحها وكله بفرش عندي السجاده، وروح جايبه ملمع عندي او معطر ولا حاجه، وروح بخ عندي على الانتريه وروح مسحاه، هيبقى معاكي بيلمع كده عشان عندنا لونه بني وكده بيبان عليه الوسخ. عايزه اقول لكم ان شاء الله يعني هنعملوه تنجيد عشان يعني المراتب بتاعته اللي هو القطن وكده السفنج باظ خالص، هنعملوه ان شاء الله الضغط.
جريت الكراسي اهو، وابدا ايه اكنس بقى تحتيه وانضفهم. ورحت في الاخر جايبه بقى الجيركن ورصه المخدات اهو زي ما انتم شايفين، وجايبه الجيركن بالمعطر بالديتور والملمع السيراميك عندي، ورحت ايه ملمعي. خلاص اهو خلصت زي ما انتم شايفين. بحب يعني اخلص اوضه اوضه، بحب اخلص الاوض، وبعد كده اخر حاجه الصاله. كل لما الحطه تخلص وراح ابدا ايه انشف وبغسل. مش بس ايه مش عارفه يعني ادوخكم معايا، بخليكم ايه في الترويج وكده. هنا بعد كده اهو رحت كنسه الارضيه ورحت ملمعاها اهو زي ما انتم شايفين، تحت بقى الكراسي وتحت الكنب وكل حاجه كده، ورحت ملمعاها. جبت بقى السجاده نفضتها ورحت جايباها ورحت فرشاها اهو، حطيت لها شويه معطر كده اهو على عندي على الانتريور. رحت جايبه حته خلجه ورحت مسحاه بقى يلمع معايا، وادي الاوضه نطفت اهو وراحه كده نفسيه، وادي قفلت الاوضه. يلا بينا نبدا في اوضه النوم. لو وصلت لغايه دلوقتي معايا في اوضه النوم ما تنسوش دعوه حلوه كده منكم لفلسطين. كل شويه هفكركم يا جماعه بالله عليكم ما تنسوش الدعاء، وما تنسوش اللايك من ايديكم الحلوه، وكمان اشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم ويبقى احلى اخوات في الدنيا. خلاص فرشت عندي المرتبه هنا نفضتها الاول، ورحت ملمع السرير عندي عشان كان كله تراب وكده، ورحت شايله عندي السجاد ورحت ايه رمياه برده لبره، ورحت ايه كنسل الاوضه. عايزه اقول لكم طلعت كوم تراب والله. ورحت منضفه بقى التسريحه والجزامه وكله، رحت منضفاهم اهو وحطيتهم من ناحيه المنور، ورحت جايبه حته خلجه مبلوله ميه وبمعطر يعني وكده، ورحت مسحه عندي الخشب اهو بقى يلمع معايا. وهنا الترابيزه برضو بتاعت الكمبيوتر حطيتها هنا على جنب وكده عشان ايه اوضه الاطفال ما تزيطهاش، يعني كفايه عليها كومودينا حلوه. ولمعتها اهو من ناحيه ده من ناحيه أو عندي مكنه هنا طبعا بس ايه مش بنستعملها جوه، رحت ايه ركناها على جنب. لمعت اهو الدولاب ولمعت السراحه والجزامه وكل حاجه لمعت اهو زي ما انتم شايفين. بحب ايه المع كله كده بالمره واخلص ايه حاجتي بسرعه كده ايه قبل ما النور كمان يقطع. وعرفوني كمان النور عندكم بيقطع الساعه كام؟ احنا عندنا بيقطع من الساعه 4 بيجي دلوقتي. الاول كان بيقطع الساعه 5 وبيجي 6، دلوقتي بيقطع من ساعه لما اتغيرت بقى يقطع عندي الساعه 4 ويجي الساعه 6، يعني بيقعد ساعتين دلوقتي. وساعات بيقطع برضو بالليل بيجي ساعتين. طبعا هنا خلاص خلصت الاوضه وكنست المنور ومسحته برضو، ورشيت شويه معطر كده عشان احس براحه نفسيه، ورحت قافله ايه الاوضه. اخر حاجه عندي بخليه الصاله مع الدرجه كده والحمام اخر حاجه طبعا لما ايه اجي اخد شاور وكده. طبعا رحت ايه حاطه الحمام السجاده لميتها اهو برضو عشان التراب وكده. عايزه اقول لكم تراب والله. بص اليوم دي تعبت تعب الدنيا كلها. طبعا نضفت هنا خليت البت ساعدتني قلت لها كنسيلي بقى شويه انا تعبت والله، نفسي اتكتم بقى عشان انا عندي جيوب انفيه وعندي حساسيه. ورحت ايه قلت لها كنسي عشان طلعت والله بصي جرفين كده تراب، معرفش العفانه دي ولا زباله والله العظيم، حتى كل يوم ايديا فيها وبنضف وكده. طبعا هنا خلاص نضفت الكنبه اهو ورحت ايه فرشاه. وادي نفس النظام التاني ورحت منفضاها تنفيضه حلوه مع الخشب مع كله. واخر حاجه ايه هلمع الخشب بس بحوش التراب لو في ايه اكل ولا حاجه بشيلها عشان ايه تنزل كله في الارض. وبعد كده رحت فرشه عندي الكنبه اهو. خلصت الكنبه وبعد كده هبدا ايه اجره واكنس تحتيه. خلاص اهو زي ما انتم شايفين. لو يا جماعه بالله عليكم لو بتحبوا الروتينات اكتبوا لي في التعليقات، لو بتحبوا الاكلات اكتبوا لي برضو. بحب بجد شكرا على الناس اللي بتبعت لي تعليق حلو، وشكرا على الناس اللي بتحط لي لايك وتدعمني في القناه عشان القناه تكبر بيكم باحلى اخوات في الدنيا. بجد شكرا على الناس اللي بتحط لي لايك من ايديها حلوه واشتركت لي في القناه، بجد شكرا جدا. او من مصر او خارج مصر بالله عليكم والله شكرا بجد. والناس بالله عليكم اللي ما اشتركتش في القناه تشترك لي في القناه عشان القناه تكبر بيكم باحلى اخوات في الدنيا. جبت بقى هنا جيركن ميه ورحت ملياه ميه ودعكه بقى هي حطيت شويه بريل او يعني صابون او اوكسا ايه حاجه يعني بتستعملي. ورحت جايبه كده ورحت دعكه بقى بالمكنسه الاول. عايزه اقول لكم طلعت طينه والله. طبعا رحت جايبه اخر حاجه المساحه هنلم بقى اللي هو الميه الوسخه اللي لونها غامقه وكده. ورحت جايبه جيركن ميه تاني. بصوا السيراميك عامله ازاي طبعا غامقه ليه عشان الميه وسخه لسه. رحت جايبه جيركن ميه تاني ورحت جلباه بس الاول بحوش اياها التراب مع المساحي مع الميه الوسخه وكده. رحت اياها كل محطه معايا من ناحيه الحمام. ورحت جايبه جيركن ميه تاني نظيفه ورحت برضو ايه قلبين. خلاص نشفت الارضيه ورحت جايبه هنا بقى المعطر كده ورحت مسحه ايه بالخلقه عندي. المع بقى هنا ايه الخشب. لمعت الخشب هنا بتاع الكنبه اهو زي ما انتم شايفين حته خلقه كده ناشفه. ورحت ايه ملمع الخشب.
هنا لما بحط معطر وبلمع بيه الخشب، بحس الخشب بيبقى لسه قاعد ريحته حلوه، غير بقى بميه او بمعطر ولا بميه او بصابون، بحس ان هي لسه ريحه مكمكمه كده وريحه وحشه. لا، بحب احط معطر كده وامسح بيه خلقه، يعني ما يكونش فيها ميه. وادي البيبانه هي نفس النظام برضو، كانت متربه عشان مع الكنس والتنفيض وكده، البيبان عندي غامقه يعني بيبان عليها ايه التراب. رحت جايبه برضو بالمعطر كده، ورحت ايه ملمعه الخشب اهو زي ما انتوا شايفين. خلاص كده زي ما انتوا شايفين اهو، خلصنا كده الخشب. واخر حاجه خالص وروح ايه مولعه طبعا مروحه عشان تنشف الارضيه. رحت جايبه السجاده نفضتها كويس جدا. عايزه اقول لكم السجاده دي هي غامقه وحلوه، بس مكرهاني في حياتي لما بتلم تراب. يعني يبقى كانسه اهو النهارده، جيت تاني يوم المها الاقي فيها تراب. هنا غسلنا بقى حفظه السجاد دي او بعد ما الغسيل يعني، رحت منشفاها. عايزه اقول لكم بس بقت بتلمع ازاي. والمشايات برضو غسلناها، ورحت ايه خليتها نشفتها على الغساله وراحت نشفت معايا بسرعه. خليت ايه السجادات عندي خدوا بيلمعوا كده بقى نضاف. والعله وكرشاهم بره بصراحه عشان ما يبهدلوليش الدنيا، قلت لهم اقعدوا في الداخلي. واخر حاجه خالص بقى ايه بعد ايه الحمام وبعد الترويج ومع كله، رحت اخر حاجه ايه الداخله عشان ايه ابقى الصبح صبحه ايه الدنيا نظيفه. طبعا هنا النور خلاص كده، يعني كان جرب يقطع، ورحت قلت ايه اصور معاكم ان شاء الله. خلصت بقى الحمام